بسم الله الرحمن الرحيم. حادث مروري على طريق ديالى. هذا الحادث هذه السيارة اللي شوفها أمامكم كانت قادمة من ديالى باتجاه بغداد، ووجود مركبة حمل قاطرة ومقطورة يحاول يستدير. تفاجئ صاحب هذه المركبة بوجود هذه القاطرة والمقطورة، رغم أنه كانت موجودة إشارة الاستدارة إلى اليسار، ولكن السرعة الشديدة لهذه المركبة فقد السيطرة وانحرف بالاتجاه الآخر القادم من بغداد، وبالتالي هناك مركبة أخرى نوع أجرة. صار الحادث بهذه الطريقة اللي تشوفوها، الطريقة المروعة حقيقة. المركبة الأخرى احترقت بالكامل وتوفى الركاب اللي بها. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه نتيجة السرعة. يعني حتى مواطننا الكريم يلاحظ هذه نتائج السرعة، هذه نتائج عدم الانتباه، هذه نتائج استخدام الهاتف النقال، الغفلة، هذه كلها نتائجها. وبالتالي فقدنا أرواح للأسف أبرياء بسبب سرعة وبسبب إهمال وبسبب كان من يكون. السائق توفى الله يرحمه، ولكن هذا واقع حال يجب أن نتدارك الحوادث المرورية بالانتباه إلى الطريق. البعض يتصور أنه الطريق الخارجي باستطاعته أن يمشي بسرعة جنونية على أساس أنه طريق خارجي والطريق مفتوح. بالعكس، هذا الطريق مهم جدا. يعني هذا الطريق يضم كثير من المركبات، أنواع المركبات، ما تعرف يعني أي لا سمح الله أي شيء صادفك بالطريق، لا سمح الله حيوان، يعني أجلكم الله أنه يصعد من نهر الطريق، مركبة تصعد من نهر الطريق، دراجة، أي شيء. لذلك احنا نهيب بمواطننا الكريم أنه الالتزام بالسرعة اللي قررتها مديرية المرور، وبالتالي الانتباه إلى الطريق، وهذه حفاظا على أرواح مواطنين الكرام. هذه المركبة الثانية اللي كانت تسير من بغداد باتجاه ديالى، اللي تعرضت إلى